4 نصايح أنصحهم لحضرتك بعد ما حضرتك بعتي سؤال خطبنا وكسر قلبي ونتجوز بعد شهرين، فقدت ثقتي في الناس وركزت كتير في شغلي ولم أرتبط بعد. شو بتنصحني؟ 4 نصايح. 1، تكتبي كده في ورقة وتحطيها في محفظتك، مكتوب فيها نجوت، الله نجاني، لأنك ناجية من العلاقة دي. إذا كان هو الأستاذ اللي كان مع حضرتك سابك وعلى طول اتجوز بعدها بشهرين كده، فدي بيسموها العلاقة التعويضية، وده تصرف غير ناضج، غير حكيم ان الانسان يسيبه يطق على طول كده. لا، يعني ده شيء يثير للتساؤلات كتيرة يعني. فالحمد لله ان ربنا نجاكي، والحمد لله ان مش انت اللي كسرتي قلبه فتبعثي يوم القيامة مع المؤذيين. الحمد لله انت اللي اتأذيتي. فأول حاجة بس تكتبي كده نجوت وتحطيها عندك في محفظتك عشان تشوفيها كل يوم. الحاجة التانية، علشان تتحركي قدام، محتاجة انك انت تعرفي ان العوض يأتي بعد الكسر، وده شأن ربنا معنا دايما. أيوه، هو قال كده، قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالعوض جاي، إذا جاء الكسر جاء بعده الجبر من الله سبحانه وتعالى. فتوقعي وأحسني الظن في الله. رقم 3، ما تتابعوهوش خالص، لا تتابعيه، لا تشوفي صور ولا ستوري، لأنك انت هتنزعجي من الاحتفالات والانبساط والخطوات اللي المفروض تبدو أنها للأمام، لكن الحقيقة ان اللي خد خطوة للأمام هو انت، ان ربنا نجاكي وركزتي في شغلك. فما تتابعوهوش عشان مزاجك ما ينزعجش من الصور والستوريز والحاجات دي. آخر حاجة، ركزي قوي 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 في اللي بتعمليه في شغلك. العبي رياضة بطريقة تبقى مناسبة لحضرتك ويعني ضوابط دينك. العبي رياضة، اشتغلي، وركزي جدا جدا في انك انت تبصي في المراية تحس انك انت راضية عن ادائك في الحياة، وده اللي باقي ليكي، علشان ده اللي بتجهزي نفسك فيه للشخص الرحيم الكريم اللي ربنا هيعوضك بيه ويصونك. فركزي قوي في حياتك وابني نفسك، وربنا يجبر بخاطرك ان شاء الله ويسترك.